عارف باللي بزاف ديال الناس باقي عندهم اسئله في بالهم وباقي ما فاهمينش الصوره كامله ديال هذا القرار اللي اتخذ في مجلس الامن، واللي خلى بزاف كيتسائلوا واش بصح هذا القرار عطانا حكم ذاتي، وعلاش هذه الفرحه وهذه الضجه كامله اذا كان غير تمديد المينورسو. شنو هو اصلا هذا الحكم الذاتي اللي المغرب قاتل عليه؟ واش هادشي كيعني ان البوليزاريو غتولي تحكم في الصحراء؟ وداك الصداع ديال الاستفتاء وتقرير المصير فين وصل؟ اول واهم نقطه وهي واحد الفكره غلطه خصنا نحيدوها من راسنا كاملين. بزاف كيحسب لهم ان مجلس الامن تجمع وصوت وقال صافي هاكل الحكم الذاتي للمغرب. لا ماشي هكذا. التصويت اللي وقع كان على واحد الحاجه تقنيه وروتينيه كدار كل عام، وهي تمديد المهله ديال بعثه المينورسو. شكون هما المينورسو؟ هي بعثه ديال الامم المتحده اللي كاينه في المنطقه باش تراقب وقف اطلاق النار. بحال مثلا عندك شي عساس في شي ارض وكل عام كتقرر واش تزيد ليه كونطرا او لا. هادشي اللي وقع زادوا ليهم عام، ولكن اذا كان هادشي عادي علاش المغرب كامل فرحان وعلاش الجزائر تصدمت؟ الجواب هو القيمه ديال القرار ماشي في التصويت ولكن في شنو مكتوب في ذاك القرار. الكلمات اللي استعملوها هذه المره ماشي هي الكلمات ديال ديما. هذه المره اللغه كانت حاسمه وواضحه وجات بحال شي صفعه مباشره لاعداء وحدتنا الترابيه. اولا القرار وبشكل رسمي واضح كيجيو كيوصف المقترح المغربي للحكم الذاتي بثلاثه ديال الكلمات اللي عندهم وزنهم في السياسه الدوليه: جدي، واقعي، وذو مصداقيه. ملي كتجي اقوى هيئه في العالم وكتقول على الحل ديالك انه هو الحل الواقعي، راه بشكل مباشر كتقول ان الحلول الاخرى اللي كيطرحها الطرف الاخر بحال الانفصال هي مجرد احلام واوهام غير واقعيه. ثانيا وهذه هي اللي قضات عليهم، القرار كيدعي جميع الاطراف باش يدخلوا مفاوضات على اساس المقترح الحكم الذاتي. هاد كلمه على اساس في الدبلوماسيه كتعني ان نقطه انطلاق والمحور ديال اي نقاش مستقبلي خاصها تكون هي المقترح المغربي. يعني بحال الا بغيتي تبني شي دار ضروري خصك الساس. الامم المتحده اليوم كتقول لهم الساس والوحيد اللي عندكم باش تبنيو عليه هو المخطط المغربي. صافي سالت الهضره. اي فكره اخرى ديال الانفصال او دوله وهميه خرجت من القاموس ديال الامم المتحده. هادشي علاش الجزائر اللي هي الطرف الحقيقي في هذا النزاع ما بغات تشارك في التصويت، لانها عارفه ان هذا القرار كيدفن الاطروحه ديالها للابد. الممثل ديالهم براسو اعترف بالفشل ديالهم في ادخال التعديلات اللي كانوا باغيين، حيت عارفين ان العالم فهم اللعبه وان الدبلوماسيه المغربيه الهادئه والرزينه ديال الملك ربحت المعركه بلا ما تطلق حتى رصاصه. يعني بكل بساطه العالم قال لهم سالينا. دابا اجي نهضروا على هذا الحكم الذاتي اللي كلشي كيسول عليه. واش معناه البوليزاريو غتولي تحكم؟ لا، الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب هو حل كيتلخص في جمله واحده: السياده المغربيه والتسيير الصحراوي. كيفاش؟ الناس ديال الصحراء ولاد المنطقه هما اللي غادي ينتخبوا البرلمان الجهوي ديالهم وحكومه جهويه ديالهم. هاد المؤسسات المنتخبه هي اللي غادي تكون مسؤوله على كل شيء تقريبا كيتعلق بالحياه اليوميه ديالهم: التنميه الاقتصاديه، الصحه، التعليم، الثقافه الحسانيه، البنيه التحتيه، الضرائب المحليه. يعني عندهم استقلاليه كبيره في التسيير. ولكن الامور كبيره بحال مساله السياده غتبقى ديما في الدوله المغربيه المركزيه في الرباط تحت قياده جلاله الملك. بحال الرايه المغربيه مثلا هي اللي غتبقى كترفرف في كل بلاصه. الجيش الملكي هو اللي غادي يحمي الحدود ديالنا كامل من طنجه للقويره. السياسه الخارجيه المغرب كامل عنده سفير واحد في كل دوله. العمله الدرهم المغربي هي اللي غادي تبقى. الدين اماره المؤمنين هي اللي كتجمعنا كاملين. يعني بكل بساطه السكان الصحراء غادي يسيروا راسهم براسهم ولكن في اطار الوطن ديالهم اللي هو المغرب. والا بغات البوليزاريو تكون جزء من هذا الحل خاصها تجي وتاسس حزب سياسي مغربي وتدخل انتخابات بحال الناس. اما ديك الهضره ديال السلاح والتهديد ما بقاش كيوكل الخبز. دابا من بعد النصر شنو هي الخطوه اللي مجال المغرب؟ وعلى لسان ملكنا الله ينصره وضح الطريق. اولا المغرب غادي يكمل في الخدمه على الارض، غادي يزيد يستثمر في اقاليم ديالنا الجنوبيه باش تولي مناره ديال التنميه في افريقيا كلها. الميناء ديال الداخل الاطلسي، محطه الطاقه الريحيه، المشاريع الفلاحيه، هادشي كامل غادي وكيتزاد. ثانيا واخا المغرب رباح مازال كيمد يدو بالخير وبالعقلانيه لجيراننا. الخطاب ديال الملك كان رساله ديال السلام، دعوه للحوار باش نبنيو مستقبل مشترك. دابا الكره في ملعب نظام جزائري، عندهم جوج طرق: يا اما يبقاو عايشين في وهم قديم ديال 50 عام يضيعوا فيه المليارات ديال الدولارات ديال الشعب الجزائري الشقيق، يا اما يفيقوا معنا ويقبلوا الواقع اللي اعترف به العالم كامل. المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال البارح. اليوم المغرب قوه كيحترمها العالم. اذا القرار الاخير ديال مجلس الامن هو شهاده وفاه مشروع الانفصال. العالم حسم الامر وقال باللي الحل الوحيد هو الحكم الذاتي تحت سياده المغرب. من حقنا كمغاربه نفرحوا ونفتخروا ببلادنا ونفتخروا بالخدمه الجباره اللي كديرها الدبلوماسيه ديالنا تحت قياده ديال جلاله الملك. هادشي كيعني اننا دخلنا في مرحله جديده، مرحله ديال التثبيت ومرحله ديال البناء والتنميه. شنو رايكم نتوما في هادشي؟ وفي نظركم شنو خص الجزائر دير دابا؟ خليو لي الاراء ديالكم في التعليق وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش كلشي يفهم. السلام عليكم.